السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل الرز المعمر باللحمة في الفرن بطريقة سهلة وجميلة وبسيطة. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل الرز المعمر بطريقه يعني تقدري ان شاء الله تعمليه بسهوله وتكون طريقه ناجحه معاكي. الرز المعمر بيتعمل بطرق كتير قوي، بس انا اخترت احسن وطريقه واسهل طريقه واوفر طريقه تقدري ان شاء الله تطلعي بنتيجه جميله في الاخر. هنعمل بنص كيلو لحمه، عزومه كامله النهارده وما شاء الله. هنشوف مع بعض ازاي يعني نستفيد بالنص كيلو لحمه ده، وقد ايه ان احنا ممكن ان شاء الله نعمل منه عزومه كامله تكفي يعني 10 افراد. بس انت يعني تابعيني كده في الفيديو وتابعوني للاخر وان شاء الله شوفوا احنا هنعمل ايه. بس قبل اي حاجه عايزاكم يعني ما تنسونيش في التفاعل وان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، وان انتوا دايما تشجعوني وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الوصفات وايه تعليقاتكم. بصوا الرز المعمر في النهايه ما شاء الله يعني هيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انتوا تابعوني مع يعني في خطوات حاجه حاجه كده ويلا ايه ان شاء الله نتكلم واحده واحده كده. احنا محتاجين ايه النهارده ان شاء الله هنعمل مش برام رز، هنعمل برامين رز وكمان برام صغير. يعني برام الرز بيحتاج معانا نص كيلو رز وشويه، بس ايا كان احنا قلنا اي برام رز او اي صينيه بنحتاج معاها نص كميه الرز. يعني برام الرز، البرام او الصينيه بنعايرها بنص الرز، نصها بيبقى الرز بيبقى نصها. وكمان هنعمل لوبيا، واحنا دلوقتي رفعنا اللبن على النار. كيلو الرز بيحتاج معانا كيلو لبن وعليه مجين ونص او كوبايتين ونص كبار من الميه. تمام، احنا كده رفعنا ميه الشوربه على النار. اول ما الميه تغلي بنكون غاسلين اللحمه غسله كويسه قوي ومصفيينها. هننزل باللحمه ونستنى كده تطلع كل الشوائب اللي عليها. يعني بنستنى ربع ساعه لحد ما كل الشوائب اللي في اللحمه والدهون تطلع على وش الميه، ونشيلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش بنسيب اي شوائب على الشوربه علشان الشوربه في الاخر تدينا الطعم والنكهه الجميله اللي احنا بنحبها. بنتني كده فتره، يعني ايه مش بنستعجل على الشوربه ونحط كل بقى. في ناس يعني ايه بتحط اللحمه وبتنزل بالبصل والطماطم، لا في الاخر الشوربه بتبقى مش حلوه، بتبقى زفره، بتبقى ريحتها مش حلوه، بيبقى طعمها مش حلو. لا احنا بنستنى الميه تغلي، بنسقط اللحمه، بنستنى نشيل كل الشوائب اللي عليها ديت من دهون واي حاجه بتبقى طالعه من اللحمه كده بنشيلها، ولحد ما تبقى الميه معانا ما شاء الله ميه الشوربه الصافيه زي الميه اللي احنا بنشربها بالظبط. وبعد كده بنبدا ننزل بكل التوابل والحاجات الجميله اللي احنا بنحطها للشوربه بتاعتنا كلنا، متعودين ان احنا نحطها لها. بعد ما نصفي الشوربه خالص من كل اللي عليها بنكون مجهزين طماطمايه مبشوره بننزل بيها، وبننزل ببصلايه بقطعها كده يعني ايه 4 كده مش بقطعها، وفلفل وملح وورقه لورا وفصين حبهان وفص مستكه. بس كده الشوربه خلاص بتاعتنا خلصت. ولو عايزه تزودي انت ما عندك جزرايه تمام مفيش مشكله. بالنسبه للبن اللي هنزوده للرز، احنا قلنا كل كيلو رز محتاج معانا كيلو ونص من اللبن. يعني كيلو الرز بنحط عليه كوبايتين ونص من اللبن. احنا عايرنا هنا نص البرام رز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنغسل الرز غسله كويسه وبنحط عليه شويه ملح وشويه فلفل وبنعاير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيبقى النص بالظبط، لان الرز بعد ما بيستوي بيزيد معانا. فاحنا لو زودنا الكميه الرز بعد كده بيروح فين؟ يا اما يبقى ني يا اما يبقى معجون. لا احنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. غسلت الرز، حطيت عليه شويه الفلفل وحطيت عليه شويه الملح. بعد كده اللحمه اتسلقت نص سوا نص سليق. طلعنا اللحمه حطيناها في البرام من تحت، غطيناها بالرز، بدأنا ننزل بالرز عليها. حطينا لحمه تحت عشان تستوي اكتر وتبقى طيبه اكتر. هنبدأ نغطيها بالرز لحد ما نوصل لنص البرام ده، نص المعيار بتاعنا. البرام التاني محطتش فيه لحمه، والبرام الصغير ده كان رز زياده معايا مرضيش ازوده على البرام. بعد كده الميه اللي احنا زودناها للبن، قلنا كل كيلو رز بيحتاج معانا كيلو ونص من اللبن.
خلاص كده زودنا اللبن على الرز ودخلناه الفرن. بالنسبه للوبيا انا نقعتها ساعتين، وبعد كده بدات اسلقها. بدات اشيل بدات اعمل اللوبيا، الصلصه بتاعت اللوبيا. بحته دهنه صغيره قطعتها، وبصلايه بشرتها، وشويه زيت صغيره. بدات احمر البصلايه، ما حمرتهاش جامد يعني، يا دوب شوحتها. ونزلت بالطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط، والفلفل والملح وشويه البهارات، وكمان فص ثوم. وهنقلب الصلصه بتاعه اللوبيا، وبعد كده هنغطيها لحد ما تغلي غلوه او غلوتين، وبعد كده ننزل بشويه شوربه. كده خلاص. اللحمه طبعا اللي كانت باقيه، انا كنت شايله حتتين لحمه من النص كيلو، والله ما شاء الله اللهم بارك، يعني كان في بركه. وبكده خلاص ما شاء الله زي ما انتم شايفين الاكل معانا هو بقى جاهز. وعملنا البرام الرز الجميل المعمر، والرز زي ما انتم شايفين هو الرز مفرفر وجميل. معلش لو صوتي مش واضح لان انا تعبانه واخده دور برد جامد. الرز ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهو. واللحمه يعني انا حاولت اطلع لكم اللحمه من تحت عشان تشوفوها. اللحمه ما شاء الله يعني طيبه ومستويه قوي. طلعنا الرز مفرفر وجميل اهوت. ده طبعا علشان عشان احنا عايرنا زي ما بقول لكم، بعاير الرز يا دوب نص البرام او نص الصينيه، بيجي في لحد النص الرز زي ما انتم شفتوا. واللحمه طلعتها لكم من تحت، هي ما شاء الله دايبه، كانت سخنه قوي، ما اقدرش ان انا امسكها واوريها لكم ازاي هي مستويه. طبعا عشان احنا كنا سلقينها في الاول نص سليقه، خدناها نص سلقه كده. دي بقى كماله طياب اللحمه ما شاء الله. وما شاء الله برام الرز بصوا يعني ربنا مبارك فيه، يكفي عزومه زي ما قلنا. ومن كميات بسيطه عملنا عزومه كامله، من نص كيلو لحمه عملنا عزومه كامله وما شاء الله اللهم بارك. واللوبيا جميله ازاي وفيها برضو لحمه. عايزاكم تجربوها وتجربوا الوصفه دي والطريقه دي، وان شاء الله تدعوا لي كده وتعلقوا لي وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم، واي حاجه عجباكم او مش عجباكم تقولوا لي، وعشان اقدر ان شاء الله اكمل معاكم. ما تنسونيش في التفاعل وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وان شاء الله يعني انزل لكم بكل شيء جديد. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.